معلومتنا النهاردة أو سؤالنا اللي انتوا سألتوني كتير، وخاصة لو المواسم بتاعة الكحك والبسكوت والحاجات دي قربت، هل ينفع استخدم الزبدة البلدي بقري أو جاموسي اللي هي موجودة عند اللبان أو في السوبر ماركت؟ الإجابة لأ خالص، مينفعش استخدمها لا في البيتي فور ولا في الصابلي ولا في الكوكيز. الحاجات دي لأ خالص، لأن ما بيدخلهاش نسبة ألبان خالص خالص. احنا اعتمدنا كلي على الزبدة والسكر والبيض، غير كده لأ. الزبدة البلدي دي تستخدم في الكحك، بس باخدها على النار اسخنها واغليها حلو واطلع منها اللبن اللي فيها فتبقى سمنة، ما تبقاش زبدة خالص. امتى استخدمها كزبدة؟ لو ممكن نعمل بسكوت، وانا ما بفضلهاش لان في ليها بديل فعلا نظيف، الزبدة النيوزيلندي دي موجودة عند السوبر ماركت او مستلزمات الحلويات، واحيانا بتلاقيها عند اللبان. دي سعرها يعني كان 450، دلوقتي أظنها وصلت ل650. في ليها بديل اقتصادي أقل منها شوية، فرن كريستال، صاني، جنة، أي حاجة من الحاجات دي على حسب. هي تقريبا في اختلاف بس على فرن عشان مقاطعة، ممكن تستخدمي كريستال أو جنة عادي، الاتنين كواليتي بتاعتهم كويسة. دول سعرهم بيتراوح من 100 ل150 جنيه، فالدنيا دي تمام جدا بالنسبة لك. لكن الزبدة البلدي لأ خالص.